مع تقدم سن الجواز بدأت الستات والبنات يسألوا إزاي نقدر نحافظ على خصوبتنا لحد ما يحصل جواز علشان رغبتنا في إن إحنا نجيب أطفال بعدين. كلمة السر هي تجميد البويضات. تجميد البويضات إنك بعد ما بتروحي لدكتور النساء بتاعك هيبدأ يحدد لك البروتوكول المناسب للتنشيط. أول خطوة بنوقف خالص التبويض الطبيعي بتاع جسمك عشان نبدأ ندي تحفيز خارجي فيدينا أكبر عدد من البويضات. ندخل العمليات علشان نسحب عن طريق البطن البويضات اللي كبرت عندنا وبقى حجمها مناسب، نسلمها لمعمل الأجنة وحفظ البويضات. يبدأ الدكتور بتاع الإمبريولوجي يفحص البويضات اللي احنا سلمناها ويشوف ايه هي البويضات اللي يقدر ان هو يحفظها لك ويجمدها، وايه هي البويضات اللي ما ينفعش تستخدم فيبدأ يتخلص منها. وبعدين تقدري انك تستخدميها تاني في تكوين أجنة مجمدة واستخدامها كحقن مجهري. المفروض السن المناسب من 20 ل 35 سنة، مجازا ممكن حتى 38 سنة، بس ناخد بالنا ان من 35 ل 38 بيكون جودة البويضات اقل شوية. اما عن مدى خطورة استخدام الاجنة دي في السن الكبير فعايزة اقولك انه الاجنة مش هيكون فيها مشكلة طالما البويضات اللي اخدناها كان في سن صغير. القلق لو احنا اخدنا البويضات دي في سن كبير ساعتها بتزيد احتمالية حدوث مشاكل في تكوين الجنين كالمشاكل والعيوب الخلقية.